السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا قررت انني ندير مشروع ديال الدجاج، وها كيفاش دوزتو. اول حاجه مشيت خديت الباغيط اللي هو داك الخشب العود، قديت داكشي اللي بغيت، درت الحسابات ديالي، رجعت بلانيت، قلت اوكي دونك غادي نبدا بحال هكا او بحال هكا. قلت اوكي نبدا باول حاجه اللي هو الساس. بديت بالساس. اذا كما كتعرفوا البديه ماشي سهله، ولكن قررت باش انني ناخذ التجربه ونتعلم، علاش لا. المهم هادشي الشبكه كما شفتوا، خديت واحد المنشار الالكتريك بدا خدام ليا مخير. قلت اوكي شنو خاصني شرابات ووكالات. هذه اول حاجه خصني نفكر فيها قبل ما ناخذ الدجاج. دزنا للسوق، تولعنا شويه، شفنا السوق كيفاش داير، شفنا الناس، شفت البيض، شفت الاثمنه، ولكن كنت داير موعد مع خالو اللي غني عن التعريف، اللي كتعرفوا الكومين. اتصلت له وكان هو اللي خديت من عنده الفلوس في يومي السلالات جينيراسيون اف 1. اذا كما كتشوفوا معايا، ملي كنت في السوق ضروري نضرب تما، ضروري نتولى بالطبيعة، ضروري نسمع الصوت، نستمتع بالجو الشويشه، وما تنساوش بلي احسن حاجه شحال من مرة كيطيح من الباب. الليمون غني عن التعريف، ضروري تشوف، ضروري تسمع داك الصداع ديال الجماعه وداكشي الهيك ديالو زوين. من بعد ما درنا داك الشيء ندوزو ناخدو الشباكي او القاسيط، ولكن قبل ما نديرها خصنا نتبردو بواحد ايس كريم اللي هو لاباني. زدنا خدينا الشباكي ما كانوش غاليين، الثمن ديالو كان تقريبا ناضي 300 ليتس درهم على جو. كل 10 متر كاري. كانت مزيانه بخيرات. امشي له حق الطوموبيل 2 متر على عاد متر. رجعوا. صافي خدينا الشبكه، خديت الميكا من عند نفس الشخص، كان داكشي واعر. من بعد ما سالينا ضروري كيطلع الجوع، خصنا قصينا مزيان الدجاج، درنا واحد السلطه مزوقه معها واحد فهمتي واحد الكولا تما باش تبرد، راه كان الحال سخون مزيان. هادي حنا ما حطات ولا مزيان ملي كنت كنتسنى في خير روبيو. ومن تماك دزت خديت الماكله باش نجهزها للفلالوس ولا الفركوس قبل ما يجي. اذا كانت المشكله ان القفز عندي ديال الفركوس جاهز، عندي قفز اخر جاهز. دونك دابا حنا بدينا الساس درت داكشي زوين. خدمت انا والوالد، انا ضربه وهو ضربه، بقينا خدامين، ما كانش داكشي ساهل، ما كاين غير طحن بقينا عليها بابر بالله، كاين غير الخبيط. حيدنا واحد العود، حيدنا هادي، المهم كان واحد الديزاين اللي عالم، ولكن النتيجه النهائيه كانت خياليه، كانت رائعه. اذا كما كتشوفوا ما كاينه طرق. كانت الشميشه عاوتاني كانت جو تبدل الا بقيتو عاقلين في هاد الاسبوعين اللي فاتوا. دونك بقينا على اساس صوبوا الكادر. ان فوا صوبنا الكادر، ان فوا طلعنا كل شيء، كان صافي سهلت القضيه. وكما كتشوفوا الحاله النهائيه ديال المشروع ها كيفاش ولا ما كانش في هذا الفيديو غادي يكون في الفيديو الثاني. اذا هذا هو الفطور، ستاي تونز في الفيديو الثاني نوريكم الحاله النهائيه ونوريكم الدجاج كيفاش كانت الحركه ديالو تما. ثانك يو سو ماتش. لا داكشي ناضي.